عايز تيجي المانيا وعايز تشتغل وتاخد فلوس؟ بص يا باشا، النهارده هعلمك ازاي تقدر تقبض 4 مليون في السنه في المانيا لو اتعلمت الاي اي. انا احمد السعودي، مصري مقيم هنا في المانيا من 2012. شغال مدير قسم الاي اي برودكت مانجمنت، وبدات هنا في المانيا كطالب زي ناس كتير قوي، والحمد لله دلوقتي بقيت مدير القسم ده. فاحنا ممكن النهارده نعرف ازاي سوا انك تبدا من ان انت تكون طالب لانك تبقى مدير قسم في الاي اي من غير حتى ما تكون دارس الاي اي. وفي اخر الفيديو يا جماعه عندنا مفاجاه ابو حميد جايبها لنا. ازاي انت كواحد مصري قاعد دلوقتي في مصر تقدر تستفاد بالاي اي وتخليه وسيله ليك انك تيجي بيها شغل في المانيا؟ ازاي تعلم نفسك لغايه ما تيجي المانيا، سواء جاي دراسه جاي تدور على عمل، ازاي تخليه محور قوه عندك في السي في بتاعك انك لما تيجي تعرضه للشركات يخطفوك. انا وجهة نظري مثلا ان حبايبنا في مصر فرصهم احسن مننا كمان، بس انه يشتغل في مصر ولا يشتغل في المانيا؟ هي دي بقى الحته، ان انت اساسا ممكن تبدا بالاي اي، وشغل الاي اي اللي انا بعمله بالاي اي ما انت تعرف تعمله بالاي اي. الفرق مظبوط. الوحيد ان انا مثلا هنا لو مرتبي 4 مليون او 5 مليون في السنه، انا بصرف انت فاهم نصهم رايح للضرايب، نصهم رايح للسكن، دي حقيقة. فخلاص. لكن انت هناك في مصر اللي هيشتغل بربع الفلوس دي هيعمل فلوس كتير قوي، وهي نفس التول. ده انت مش محتاج ان انت تبقى ماشي، بس في حاجه برضو، في نقطه معينه، ان الاشتراكات بتاعه البلاتفورم بتاعه الاي اي باليورو وبالدولار، فبالنسبه للناس في مصر غاليه بالظبط كده غير الدول اللي في العالم. علشان كده اولا عندهم اوبشن برضو مش موجود عندنا، ان هم نزلوا له مثلا شات جي بي تي جو اشتراكه 250 جنيه، احنا بندفع مثلا 20 يورو زائد الضريبه بتوصل 25 يورو مثلا. دي نقطه برضو بالظبط نفس النظام. تاني حاجه، انا مش بقول لك ادخل واشترك في كل التولز، انت في الاول خالص كفايه تتعلم انك تشتغل باي تول، اشتغل بيها، جرب الفيرجن الفري، وبعد كده يعني انا هي مش ايثيكال قوي، بس في الاول خالص لو انت مثلا شايف ان في تول وانت محتاجها، 5 6 اصحاب اشتركوا في اشتراك واعملوا اكونت واشتغلوا بيه لحد ما تعرف الدنيا تمشي ازاي وتعرف تجيب فلوس بالتول دي. بعد كده بقى اعمل اشتراك خاص بيك لوحدك. طب سؤال بقى، هل ال4 مليون دول كلهم داخلين جيبي هنا في المانيا ولا انت شايف ايه؟ دي معلومه ليك انت عشان هو عارف اكتر مني طبعا. انت اول حاجه في المانيا قبل الفلوس ما بتوصل لك نصها بيطير، ده اوتوماتيك، تمام؟ ده غير المصاريف وغير الضريبه. الضريبه اصلا يعني خد بالك 4 مليون ده قبل ما تحسب الضريبه عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني انت ممكن ده ممكن ما يوصلكش منها اصلا غير 5 جنيه في الاخر مثلا، بس الضريبه بتسحب مبلغ كبير قوي. الضرايب في المانيا تعتبر من اكبر الضرايب في اوروبا كلها، في العالم على فكره، مش وفي العالم كمان يعني ممكن توصل كمان، يعني على حد تجربتي انا الشخصيه 48%. في ناس في شريحه من المجتمع بتوصل ل 48%، في شريحه ثانيه بتوصل ل 55%، بس دول بقى معدي الفلكيات. يعني ده معدي الفلكيات. فانت في ضريبه، في مصاريف، والايجار هنا رقمه مرعب يعني. طبعا انت بتتكلم مثلا في حوالي الشقه تاخد لك مثلا سي 2000 يورو، ده لو مساحه معقوله شويه. انت بتتكلم في 2000 يورو النهارده ب 60، يعني حوالي 120,000 جنيه في الشهر. بالظبط، ده ايجار بتدفعه بس ايجار شقه، غير بقى البنزين، وانتوا عارفين ازمه البنزين واسعار البنزين والحضانات ومدارس الاولاد والحاجات دي كلها. هي بيقولوا ان هي فري، بس هي مش فري عشان تبقى عارف يعني هو فري لحد الساعه 12، بعد كده بتدفع انت بقى الايه، الاكل والشرب والحاجات دي اللي هي في الاخر بتجمع. يعني لما يبقى عندك طفلين بتبص تلاقي دافع لك مبلغ حلو يعني. ناس كتير بقى فاهمه قوي ان كلمه اي اي دي يعني يا جماعه شات جي بي تي، واخش اكلمه ويرد عليا ويقول لي فين العنوان بتاع المطعم الفلاني. الموضوع اكبر من كده بكتير جدا. هل بقى يا معلم الاي اي اللي انت بتشتغل بيه ده انك بتخش تكلم صاحبك شات جي بي تي وتقول له ازيك يا باشا صباح الخير كل يوم، ولا الدنيا ماشيه ازاي في الاي اي يعني؟ بص، هي دي كانت المرحله الاولى بقى. يعني انا في الاول خالص كنت هو الشغل ده اللي بعمله بالشات جي بي تي، كان بيعمل حاجات ما حدش يتخيلها. بس دلوقتي بقى ده خلاص مات. يعني انا ما بقيتش بعمل حاجه بشات جي بي تي. يعني انا اقل تول بستخدمها حاليا شات جي بي تي، لان شات جي بي تي هو LLM لارج لانجويج موديلنج. في الاخر هو بيريدكت، بيتنبأ انت هتقول ايه. في الاخر كانه واحد شاطر قوي عنده معلومات كتير، انت بتساله سؤال وهو بيجاوبك. وده انا اقدر اقول لك ان ده خلاص يعني ده مات شويه، ما بقاش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين حاجه دلوقتي تفتح الكمبيوتر بتاعك، تمام، او انت فاتح الكمبيوتر تحط له فايل، الفايل ده فيه داتا وفيه فايلات وفيه حاجات،
ويبدا هو يشتغل بقى. ادخل انت قول له كده انت دلوقتي شغال معايا بترتب لي الفايلات بتاعتي. كمل معايا الفيديو طيب، عشان لو عجبك ما تنساش تضرب لايك وشير وابعت لاصحابك وخلي الناس تيجي على المانيا. انا بقى اللي عندي سؤال دلوقتي، انا عايز اعرف اخرك ايه في الاي اي. يعني انت دلوقتي الناس كلها بتقعد تتكلم اي اي، بس انا مش قادر اتخيل انا كاسلامي ازاي انا اقدر استخدمه في شغلي. يعني هل انا مثلا ممكن اطلع بيه ويب سايت كامل؟ بشوف ناس بتعمل تولز معينه. هل انت ده بقى في مجال شغلك برضو بتستخدم ايه اللي بتستخدمه في الاي اي عندك؟ بص انت هتوصل لمرحله كده انت في الاخر عايز تستخدم كل الامكانيات الموجوده معاك، تمام؟ فانت ممكن تستخدمه في اي حاجه. يعني اقول لك مثل بسيط حلو قوي. انا كنت قاعد في مطعم وبعد كده جالي المنيو، الراجل طلبت الاوردر، وبعد كده رحت جاي فاتح الابلكيشن واحده من الحاجات من التولز اللي انا بستخدمها اسمها لافابل، تمام؟ رحت جاي مصور المنيو بس وقلت له، اديته برومبتس عشان في حاجه اسمها برومبتس هنتكلم عن الحاجات دي بعدين. قلت له اعمل لي ويب سايت للمطعم ده. الراجل ما كانش عنده ويب سايت، وبعد كده وريته الويب سايت ما رضاش ياخد مني فلوس، اديته اللينك بس وخلاص على كده. فدي حته ان انت تبني ويب سايت ليك انت شخصيا ما بقتش تاخد اكتر من نص ساعه. انا بقى كطالب دلوقتي او بني ادم لسه جاي المانيا ولا افقه شيئا في الاي اي، ازاي اجهز نفسي وازاي ابني نفسي ان انا ابقى زي الراجل ده يوما ما؟ اعمل ايه بقى؟ ابدا ازاي واتجه في ايه وازاي اذاكر الاي اي؟ لا لو انت طالب، رقم واحد من وجهه نظري انت تعرف ان في تولز، لازم تعرف ان في تولز كتيره قوي وكل تول ممكن تستخدمها في حاجه. بالنسبه للطلبه اهم تول من وجهه نظر لازم تستخدمها نوت بوك LM، دي من جوجل وفري. حط لها بس كده الكتاب بتاعك او السكريبت بتاع الماده وقول له لخصه له، هيلخصه، هيعمل لك برزنتيشن ليه، هيعمل لك اسئله وامتحانات، هيعمل لك فيديو، هيعمل لك بودكاست، هيعمل لك كل حاجه. يعني انت معاك اينشتاين في الفيزياء هيخلص لك الماده بتاعتك، هو اللي بيشرحها لك. انت ماشي. متخيل مثلا؟ يعني اذا تقصد ان انا لما استخدمه في الدراسه عندي يبقى انا كده بفهم البلاتفورم نفسه فاعرف استخدمه واعرف احط ان انا راجل فاهم الاي اي لما اجي اقدم على شغل؟ ده يوز كيس. انت لو عرفت ان انت تجيب الماده بتاعتك وتلخصها وتفهمها بالاي اي، انت بعد كده لما انا مدير مثلا واديك تاسكايه معينه، ما انت هتعرف تدخل للتول دي وتعرف تلخص وتفهمها وتعمل اللي انت عايزه كله. هو ده الاي اي. اي حاجه اعملها يوز كيس. جرب ان انت تاخد مثلا فايل بتلعب بيه كده وتطلع منه داتا واعمل بيه سيستم. ممكن نوضح اكتر توضيحا؟ احنا مش بنتكلم في انك انت ازاي تكريت الاي اي، ازاي تبقى بروجرامر للاي اي، احنا بنتكلم في حته ازاي تستخدمه بحيث انك انت تبقى مميز النهارده وتبقى من ال 10 5% اللي بيعرفوا يستخدموه عشان يفيد الشغل بتاعه. كده انا فاهم صح؟ بالظبط. انت انا مش مبرمج اساسا، تمام؟ انا ما درستش برمجه، بس انا حاليا بعمل برامج زي ما انت شفت يعني. يعني انا ممكن اعمل لك 30 40 سيستم في اليوم لو انت عندك حاجات بسيطه. اللي احنا انا ما بقتش انا اللي بعمل، انت في الاول وفي الاخر بقى عندك حاجه اسمها ايجنتك اي اي زي مثلا كلود وكلود كوورك والحاجات دي. انت بتدي له الحاجات وتقول له اعمل لي برنامج كذا بيعمل. عندك جوجل اي ستوديو، بقيت وانت قاعد كده عايز مثلا الناس اللي حابه تتعلم الماني، انا ممكن اديك مثلا لينك البرنامج انا عامله بالاي اي ما خدش دقايق. انت بتدخل تتكلم مع الاي اي ويعمل ترانسكريبت لكل اللي انت بتقوله. يعني كل كلمه انت بتقولها هو بيكتبها لك وهو بيتكلم معاك ويكتب لك ويشرح لك ويقول لك الاخطاء بتاعتك فين. كل ده ببلاش. في نهايه الدنيا يا جماعه، بس عشان تبقوا فاهمين، في حاجتين: في انك انت تشتغل بالاي اي تبقى يوزر وتعرف تقلب المحتوى نفسه ان هو يفيدك. حاجتين، ده نقطه واحد. وده كده انت يعتبر كونسيومر، انت كده يعتبر زي يوزر للاي اي نفسه، بس تعرف تستخدمه في مجال شغلك فتكسب منه فلوس. خلينا نقول من الاخر كده توفر على شغلك كوست وتوفر على شغلك تكنولوجي وحاجات كتيره قوي وتعرف تتقدم ويبقى فيه بيرفورمانس اعلى. ده رقم واحد وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. في رقم 2 بقى وهو البروجرامينج نفسه، ازاي انك انت تبقى اصلا مميز في كرييتنج وانك انت تساعد الاي اي، وده قليل جدا وناس قليله قوي، ودي حته مش بتاعتنا النهارده. فاحنا بنتكلم في حته ازاي انت تبقى مميز فاهم الاي اي وازاي تعرف انك تعرض الكلام ده فبالتالي تبقى فرصك اعلى هنا. وفي ناس كتيره بتطلب في الحته دي. خصوصا ممكن اضيف لك نقطه، ان انا عندي في مجال الفاينانس مثلا في قوانين طلعت من البنوك المركزيه في اوروبا بتلمت ازاي تستخدم وازاي تشتغل بالاي اي في شغلك. فلو انت من الناس اللي بتعرف تشتغل في شغلك، الناس دلوقتي النهارده بتعين وبتجري وراك. وفي اخر الفيديو يا جماعه عندنا مفاجاه ابو حميد جايبها لنا. اتفضل يا باشا. بص يا جماعه، عشان خاطر اسلام احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ احنا زي اسلام ما قال في تولز مثلا الاشتراك بتاعها الافات في الشهر. فاللي احنا هنعمله، احنا هنعمل مسابقه
على الناس. هنعمل الناس هتكومنت او بحاجه معينه انت تختارها، وبناء عليه في حد يكسب تول من دي، سواء بقى شهر، شهرين، سنه، على حسب بقى الايه اللي انت هتحدده. ببلاش. على حسابنا احنا، مش ببلاش يعني. احنا اللي هندفع والشخص ما هو ده ليك انت يستخدمها. ببلاش، فصباح الفل. بالظبط كده. لو عايز تكسب الهديه ما تنساش تعمل ايه؟ كومنت عشان نختار من الكومنتات ولا ايه؟ صح كده. طيب يا جماعه، للتوضيح عشان تكسب اكتب في الكومنتات ايه نوع الاي اي تول بالظبط اللي انت عايز تكسب فيه، وهيتم السحب ان شاء الله على كميه الكومنتات اللي هتتكتب، والكسبان هنتواصل معاه، سواء بقى انستجرام، هنتواصل معاه على الواتساب. هيكسب يعني هيكسب، ما تخافش، بس اكتب في الكومنتات، واهم حاجه اكتب اسم الاي اي تول واكتب الانستجرام بتاعك. لو مهتمين انتوا يا جماعه بموضوع الاي اي دوت، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت، عشان لو كده هنخش في تفاصيل اكتر الفيديوهات الجايه.